اول حاجة هنحتاج مثلثات من الكرتون. مقاساتها زي ما احنا شايفين كده. هنعمل مثلث القاعدة بتاعته 15 سنتي والضلعين كل ضلع 10.5، وهنقطع عليهم بنفس المقاس ورق كانسون عادي من المكتبة، بنشتريه من المكتبة، والزقيه عليه بالغير الابيض او بالصمغ، يعني اي حاجة تلزق الكانسون في الكرتون. تمام. غلفيها من الوش ومن الظهر، واعملي كمية بقى ايه كويسة كده. ممكن كمان ولادك يساعدوكي، هينبسطوا جدا وهيبقى حاجة مفيدة ويتعلموا حاجة مفيدة. هنجيب الاسطوانة دي اللي هي بعد ما ورق الفويل بيخلص، دي اللي بتتفضل جوه، ولزقي عليها بقى المثلثات. طبعا احنا واخدين مقاس الاسطوانة، عشان كده حددنا المثلثات ان القاعدة بتاعتها تبقى 15، بحيث ان دي كلها 30 سنتي. تمام. هنحط بقى لزقي المثلثات على الاسطوانة بالشمع. طبعا فكرة بسيطة جدا جدا جدا، ولو عملتيها مع ولادك كمان هيفرحوا جدا وهتبقى حاجة ظريفة اوي. تمام. الزقي بقى كل المثلثات بالطريقة دي. تمام. ده الشكل النهائي. الحروف بتاعة الكرتون عشان ما تبقاش باينة ممكن يتلزق عليها شريط استراس كده برضو من المكتبة، او استيكرات، يعني اي حاجة بقى، اي فكرة تجيلك انك تقفلي عليها من بره. دي ممكن نعلقها، تبقى تعليقة كده ونحط عليها زرع، تبقى حلوة جدا في البيت او في اي اوضة. لو عجبتكم الفكرة اشتركوا في قناتنا على اليوتيوب افكار منى وشيماء، وما تنسوش تفعيل جرس القناة عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا اول باول. شكرا.